يتكلمون يبدعون فوق البساط الأخضر. السكندري الرأسية يا راجل يا راجل، وحلوة حلوة حلوة. الله 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 يا مؤمن، الله يا مؤمن زكريا. حلوة، هي رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة تآخي، رسالة للشهداء. الله الله الله. حينما تكون الرسالة راقية رائعة ممتعة يعني جميلة فيها كل اللوحة الإبداعية، ولما لا؟ هل هناك احتفاء بالشهداء أجمل من أن يكون الاحتفاء بأرقى الكلمات وأجمل المعاني وأفضل الصدور والكتابات؟ هو إبداع كروي يسطر فوق البساط الأخضر. مؤمن زكريا ينفجر إبداعا بتصويبة ولا أروع. يا سلام عليك يا كرة القدم، يا سلام عليك يا مؤمن يا زكريا. روعة الروعة يا ابني. خد الكرة اللي مرتدة على طول من كايدي وصوب. بص شوف، بص شوف الروعة، الجمال الجمال الجمال. الله عليك يا كرة القدم، راسمة البسمة وعلى طول التي تقول للعالم مصر صامدة، مصر للنادي الأهلي. لعب على طول من الشلهوب. جول 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 احمد الشيخ. قلت لحضراتكم عملها في روما وهو موهوب مع الموهوب الشلهوب، عملوا ثنائيه هات وخد زي ما اوبلاك خد جول، انخيل مويا خد جول، والكل فرحان وسجدة شكر لرب العالمين. مفيش كلام. ساول اللاعب الاسباني هو اللي عمل الخطا. دي ساول رقم 8 داس على رجله كده وقعه، وعلى طول طبعا هذا اللاعب لعب لريال مدريد في الناشئين. الكره معديه الكل وهي تخبط. الكره بتحب احمد الشيخ، الكره بتحب احمد الشيخ. بصوا شوفوا عدت ازاي، عدت من الكل خبطت في رجله ودخلت، والكره الى داخل المرمى. وحلوه حلوه مفيش كلام. كان احمد سامي كمان مكمل، كان احمد سامي مكمل، لكن هي جات له. وطبعا اصحاب الامس الاثنين كانوا في المقصه الموسم الماضي. هنا فرحه حلوه. رايه الامه العربيه التي تقول لا للارهاب وباعلى الصوت. سامعين حضراتكم الجماهير تزأر في المدرجات. والهدف الاول، الهدف الاول ساول يحرز الهدف الاول مع الدقيقه 64 او الدقيقه 14. ساول الدقيقة 19، الدقيقة 19 ساول. ادي كرة عرضية ضربة رأسية حلوة محطوطة، عمل معاها المحاولة احمد عادل لكن عدت. 2-1 لهذا اللقاء. شوف نتأكد منها، نزل مكان احمد سامي هنتأكد. عادي على طول بيطلع منطقة وسط الملعب. في اكرم توفيق موجود، في ميدو جابر موجود، في احمد حمدي موجود، والضربه الراسيه والهدف الثاني. الهدف الثاني جريزمان يا ولد يا ولد. محمد عبد المنعم الصاعد الواعد، محمد عبد المنعم رقم 31 نزل في الدفاع في العمق الدفاعي. كان مختاره الكابتن حسام البدري لمباراه هذه هنا بالبوكس، لكن بترجع مره ثانيه وجريزمان بياخد الكره. شوفوها اهي، شوفوها مره ثانيه اتلعبت وعلى طول الى داخل الاهلي او الاهلي واتلتيكو مدريد، والهجمه المرتده السريعه وبيحاول يعدي ولعبها وخطيره خطيره خطيره. والهدف الثالث، الهدف الثالث للخطير. جاميرو كنت فين يا راجل؟ جاميرو وكوريا بيقول له برافو. ادي جاميرو بيجيب وجريزمان كمان بيكلمه. ادي جريزمان اللي عليه بقول لحضراتكم يعني حوار وطلبات كده من عديد الانديه، انما جاميرو بيخطف الاضواء ويجيب الجول الثالث للفريق، الثاني له مع الدقيقه 82 من نص الملعب. الكره على طول يعني الهجمه المرتده ومفيش تسلل. وان كنا نسيب الكلام ده بقى للمونديال جمال الغندور، لكن هي اختراق في العمق الدفاعي بشكل حلو. طالع احمد عادل ما يقدرش يعمل حاجه. جاميرو يتمكن من احراز الهدف الثالث، يؤكد به تفوق فريق اتلتيكو مدريد في الشوط الثاني على نجوم الاهلي.